جولة على أرجاء المدينة. جولة على أرجاء المدينة برنامج نتناول فيه مستجدات الأحداث بالمدينة 3 عبر المقابلات، استطلاعات الرأي، إطلالات وغيرها الكثير. جولة على أرجاء المدينة في التقديم محسن بشير، في المونتاج والرؤى الإخراجية العندليب الأسمر وعثمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الخير عليكم وصباح الخير. ونحن الآن في مدرسة أو من داخل مدرسة الحسن ابن علي بمكتب الأستاذ مبارك عوض، وهو مدير مدرسة الحسن ابن علي الأساسية المزدوجة. مرحبا بك الأستاذ وصباح الخير عليك. صباح النور عليكم بحضوركم هذه المدرسة العريقة المزدوجة الحسن بن علي. فأنا مبسوط جدا بمثل هذه اللقاءات التي تكون بين لإدارات المدارس والمواطنين. فجزاكم الله خير، أشكركم ومرحبا بكم في هذه المدرسة، نرحب بكم كثيرا. طيب أستاذ مبارك، يعني بالتأكيد المدارس أغلقت لعام كامل وأكثر يمكن، والآن أنتم فتحتوا قبل أسبوعين تقريبا. طيب كيف العملية التعليمية تسير حتى الآن؟ هل خلاص الأمور مشت تمام زي ما بيقولوا وكل الإصطاف اكتمل، ولا حتى الآن عندكم نقص في المناهج؟ والله طبعا فعلا فتحنا في يعني ظرف حرج وتجربة. طبعا أول مرة نخوضها هي دراسة في الخريف. فبالنسبة لإصطاف المدرسة والله كل حضور، يعني كل نشاط، كل المعلمين حضور، ما عندنا أي غياب، يعني مرحبين بالدراسة في هذه الفترة. يعني بظروف الدولة طبعا حصل سنة كاملة ما درسنا، عام صرم كل ما درسنا فيه بالنسبة لظروف الحرب والمشاكل اللي حصلت في السودان. والله أنا بشوف غاية الدراسة في الخارج دي يعني دراسة، يعني جو لطيف بالنسبة للتلميذ ذاته، يعني بيستوعب أكثر. لكن الظرف بنلاقيه إحنا الزحمة في المدرسة خاصة عند الحسن بن علي، الزحمة ما بتاعت أول ما أسيب المدرسة دي مزدوجة، السادسة بنين السادسة بنين، أول لسه في السادس، أول والسادس لغاية السادسة بنين، من الصف الأول لغاية السادسة بنات. وثاني إضافة إلى المتوسط دي كمان الزحمة أكثر، حسي لغاية الثالثة عندي من الصف الأول لغاية الصف الثالث برضو مزدوج، بنات من الصف الأول لغاية الصف الثاني، اكتظاظ كثير. والبنين كمان من الصف الأول لغاية الصف الثالث موجودين. برضو طبعا في حاجة انتوا ذكرت، انت قلت عندكم اكتظاظ ما قبل دمج أبناء النازحين. بالتأكيد عندكم دمج أبناء النازحين اللي جوكم من مختلف أرجاء الوطن الحبيب. فأنا داير أعرف طريقة الدمج كانت كيف، يعني الناس اللي كانوا بيقروا في مدارس تانية في الخرطوم، في القضاري، في سنار وسنجة والحتات دي، والآن جوكم هنا في 3 وكنازحين، وتم استيعاب أبنائهم في المدارس الموجودة بالمدينة 3 وخاصة مدرسة الحسن ابن علي. طيب كيف كانت طريقة الدمج؟ يعني الطالب لو دار يجي يندمج بإجراءات شنو يعني؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني مع الزحمة اللي عندنا دي تاني جونا بتوع النازحين من الخرطوم عندنا، من الجزيرة عندنا، يعني تقريبا ما يقارب 30 من النازحين استوعبناهم بكل ترحاب وكل شيء. طبعا قلنا طبعا ما رسم مجانا ان شاء الله وبصدر رحب، ودخلناهم مع ابنائنا التلاميذ وكلهم لقى مقاعدهم الحمد لله من الصف الاول للصف السادس، والمتوسطه كذلك عندنا برضه من الصف الاول والثاني والثالث، وهم يعني مرتاحين معنا الحمد لله. لكن بس الزحمه لابد بالاكتزاز المختلف بتاع التلاميذ لا ده موجود. فنحن الحمد لله كويسين ماشيين. يعني مشكلة الجدول كمان، بس المشكلة في الجدول توزيع الموارد، قلة المعلمين. طيب فيما يتعلق ببرنامج المرحلة المتوسطة وفصلة، كانت في فكرة يعني نحن سمعنا أصداء على مستوى المدينة إنه دارين كان تعملوا مدرسة خاصة بالمرحلة المتوسطة، تقريبا المدرسة الفاضل بجادي.
طيب وين انتوا وصلتوا وما هي الخطوات اللي ممكن تعملوها لقدام؟ وصلتوا وين في فصل المدرسة ولا الفكرة دي تخليتوا عنها؟ فصل المدرسة طبعا لا بد منها، بدون فصل المتوسطة من المدارس دي ما في عمل تاني، عمل جاد بدون فصل المتوسطة والله يكون بس خرمجة ساكت بدون نظام، ما في أداء يكون يعني غير التلميذ ينجح. فلذلك نحن الفصل لا بد منه بأي طريقة، لازم تفصل المتوسطة تكون في مكان المرحلة المتوسطة قائمة بذاتها والابتدائية تكون قائمة بذاتها. فحاولنا حسي إننا اجتماع عادي، أنا حسي في انتظارنا الأستاذ أحمد هنا عشان نجتمع نشوف كيف النظام وين دي رأي كمان اليوم طوال ندير رأي بالنسبة للفصل ده. والله رأي الآن خطيرته المدينة تنفصل تنقسم طبعا إلى خط الشارع الدغري ده بتاع القيادة المركز جغرافي، فجعلت الخنساء دي مدرسة الخنساء تكون هي مدرسة متوسطة. ده رأيي الخنساء تكون متوسطة بنين وبنات، وإن شاء الله نحاول إنها كمان البنات دي نسويهم كبير يكون فيهم سور، البنين يكون مغادر حتى كمان نفس الاختلاط ده. أما المدارس البقية دي كلها تكون شنو برضه ابتدائية بنين ابتدائية بنات ابتدائية بنين كل بس المدارس دي تقسيم عادي. الناس كانوا توافقوا معي الكلام ده والله نشوف نحن نمشي أحسن، لأنه فصلوا مننا ويكون مننا لحد برضه الفصل منا نحن ذات من الابتدائية. المفروض المتوسط برضه تكون من نفس الجسم بتاعنا. طيب في ذات الإطار تقريبا كان عندكم مشكلة المنهج بالنسبة للسنة الثالثة متوسط. منهج مشكلة كيف الثالثة أي متوسط يلا حليت المشكلة دي كيف الآن؟ المشكلة جات الكتب جات الحمد لله، لكن نحن المجلس لسه ما مشي جاب الكتب دي. ما وصلتكم في المدرسة هنا تقريبا، لكن في المحلية الكتب وصلت تبدأ الصف الثالث، لكن ما لقينا طريقة جبناها لسه، ربما بعد المدارس الآن جابوا، ما عندنا مشكلة ثانية فيها إن شاء الله. كسؤال أخير يعني هل إغلاق المدارس لعام أو لأكثر من عام زيادة الحاجة دي أثرت على استيعاب الطلاب للدروس بتاعتهم؟ يعني انتوا الآن بدأتوا لكم أسبوعين، هل استيعابهم طبعا الأستاذ بحس بالتلميذ بتاعه بحس به تماما انه استوعب الدرس ولا ما استوعب، نسبة استيعابه كانت أعلى والآن أقل، يعني هل انتوا الحاجة دي أثرت خاصة النازحين والعوامل النفسية من النزوح والحياة دي، هل الحاجة دي أثرت في استيعاب الطلاب بالنسبة لاستيعابهم؟ ظاهر أصل الفترة بتاعت الإجازات دي أو نقول شنو انفصال التعليم، ما في تعليم سنة كاملة، يعني حصل يعني فارق كبير في عدم استيعاب للتلاميذ للظروف النفسيات، يعني نفسياتهم مقبلة لأنه في خوف في هلع، يعني فترة سنة كاملة دول ما درس مسح أي شيء، لكن كان متدرجين ماشيين تمام، ثاني انفصلت سلسلة، كان سلسلة ماشية وانفصلت، لازم يكون في يجربوها كيف لما السلسلة تتربي. أتمنى إنه كل الآلام والأزمات والحياة اللي بتعاني منها المواطن دي كلها تنجبر، وإن شاء الله يصلح السودان ويصلح حاله ونرجع أقوى مما كنا. وفي ختام هذا اللقاء يعني كلمة أخيرة ورسالة أخيرة ممكن ترسلها لأي جهة كانت، يعني المواطنين أولياء الأمور. والله كلمة أخيرة، أول أشكركم شكرا كثيرا لهذا اللقاء طيب، نتمنى يعني يكثر زي ده حتى الناس يمكن يتعودوا الكلام زي ده، هذا جديد بالنسبة لي لأول مرة. فبالنسبة للمواطنين نتمنى يعني الناس يعني تهدأ يا أخي، ما يتعصبوا، الناس تهدأ، حاسس إنها ماشيين اعتمادا إن شاء الله. نتمنى الناس يعني ما يبقوا زي السودان، يعني مدينة ما تبقى السودان، ما يكون في صراعات داخل المدينة دي بقت كان عملنا تبقى السودان مصغر، معناته في عدم فهم، في أي واحد بيرايه لأنه لحم راس زي ما قال. نحن دايما إن شاء الله يكون بس لحم صافي، كلامنا يبقى واحد، كلمة واحدة إن شاء الله. نتمنى السودان يتقدم والناس برهان هناك برضو إن شاء الله يجلسوا يا أخي بصوت العقل وبالشريعة، الناس يشتغلوا بالشريعة، خلينا نسوها وين الناس دي؟ أي سلم إن شاء الله، نسأل البر الأمان إن شاء الله، كل ما أتمنى. جزاكم الله خير.
بهذه الكلمات الجميلة والمعبرة جدا نختم حوارنا وجولتنا من داخل مكتب الأستاذ مبارك عوض بمدرسة الحسن بن علي، ويتمنى أنه ربنا يوفقهم ويسدد خطاهم ويوفق كل المعلمين في هذا البلد وهذه الدولة السودان. تحياتي وتحيات للأستاذ الجميل العندليب الأسمر محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة على أرجاء المدينة. جولة على أرجاء المدينة برنامج نتناول فيه مستجدات الأحداث بالمدينة 3 عبر المقابلات، استطلاعات الرأي، إطلالات وغيرها الكثير. جولة على أرجاء المدينة في التقديم محسن بشير، في المونتاج والرؤى الإخراجية العندليب الأسمر ود عثمان.